بالحجر وما بيتعبش، اقلي بيض على كرتون وما يتحرقش، واشيل فيل بصباع واحد واطفي النار بالنار. حلم ده ولا علم؟ علم، وعلم جدا كمان، بس اغرب من الخيال. ولا في الخيال. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم. قبل الاكتشافات العلمية كان الإنسان بيفسر كتير من الظواهر العلمية تفسير يعني لا يخلو من الخرافة. لا، ده مش بس كده، دي كانت الخرافات دي هي الأساس اللي بيفسروا بالظواهر. وربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الكون طبقا لقواعد وقوانين طبيعية غاية في الدقة، وهو ده اللي اعتمد عليه العلماء في أعظم اختراعاتهم، واللي كانت قبل كده ضرب من ضروب الخيال. النهاردة معانا دكتور حسن الزواوي هيقول لنا بقى وهيفسر لنا وهيكلمنا أكتر عن الظواهر الغريبة دي. هل فعلا يا دكتور حسن إن الإنسان ينام على سرير من حجر ويكون أحسن وأريح؟ هو طبعا لو سمعنا الكلام ده في البداية هنستغرب، لكن لو عرفنا تفسيره العلمي هتنجلي كل الاستفسارات دي. هنعرف الأول إحنا لما نيجي نقعد على كرسي زي اللي أنا قاعد عليه ده، الكرسي دوت لو كان خشب ما هواش اسفنج هيبقى متعب ولا هيبقى مريح؟ الكرسي من لما يكون الكرسي من خشب مش من اسفنج أكيد طبعا هيبقى متعب. هيبقى متعب. طيب الكرسي دوت لو كان ملوش ظهر وملوش ايدين اسند عليها هيبقى متعب أكتر. هيبقى متعب اكتر. يبقى كل لما احط له اسفنج كل لما هيبقى مريح، كل لما هعمل له جناب هيبقى اريح، ولما اعمل له ظهر هيبقى اريح واريح. مش كده؟ طيب ايه اللي خلى ده يحصل كده؟ هو ان عندنا قاعده علميه بتقول القوه بتساوي الضغط على المساحه. الضغط على المساحه، فكل لما المساحه تزيد كل لما الضغط يقل. احنا ايه اللي بيخلينا لما نقعد على حاجه نحس بتعب؟ عشان احنا تقولنا كله بتركز على المساحه ديت، وفي نفس الوقت اللي بنقعد عليها حاجه صلبه. لكن لما الحاجه دي تبقى اسفنجيه هتاخد من الانسان وهتريحه. هحط عليها هحط دراعاتي يبقى وزني يتوزع، بدل ما كان متوزع بس في الجزء اللي انا بقعد فيه، لا بقى متوزع كمان على الظهر، متوزع على الايدين، فهكذا. فانا لو جبت دلوقتي بناء على القاعده اللي احنا قلنا عليها ان القوه بتساوي الضغط على المساحه، كل لما اقلل الضغط كل لما في المساحه بتاعتي تكبر، كل لما يبقى الحاجه دي مريحه. عشان كده هو انا لو جبت طين جزء من الطمي وقعدت عليه وهو طمي هيحصل ايه؟ وبعد كده قمت هتلاقي كل جزء من اجزاء جسمي خد نتوء من النتوءات الموجوده في الطمي ديت، ايدي اللي سندت بيها، راسي، وداني، جسمي، كل حاجه. وبعد كده قمت وسبت الطمي ده ينشف. جيت بعد كده قعدت نفس القعده اللي انا كنت قاعدها قبل كده، او نمت نفس النومه اللي كنت نايمها قبل كده، هيبقى واخد نفس النتوءات دي، هيبقى مريح جدا جدا اكتر من اي حاجه تانية، اكتر من اسفنج، اكتر من سرير بنعيش معاه. يبقى هي دي الظاهره اللي احنا بنتكلم عنها، بس لما بنفهمها تبقى الامور اوضح. طب يا دكتور، عايزين حضرتك كده تقول لنا ايه المصادر اللي اعتمدت عليها؟ اكيد الجمهور برضو مستغرب المعلومات دي ومش كلهم يعرفوا عنها. ده كتاب روسي لمؤلف اسمه ياكوف جريلمان، اسمه الفيزياء المثاليه. ده كتاب مشهور قوي في روسيا، كان موجود في مصر، جبت من معرض الكتاب. الفيزياء المثاليه بيجيب لك الظواهر الطبيعيه اللي الناس كلها بتمارسها لكن مش عارفه كده ليه، فبيشرحها لي. يعني من ضمنها يقول لي ليه ازاي ان انا ممكن اقدر اقلي بيضه على كرتونه، ليه الراجل اللي بيمشي على الثلج بيمشي على مزلاج طويل، ما بيمشيش برجليه زي ما احنا بنمشي على الارض يعني برجلينا، لا ليه دايما كل اللي بيمشوا على الثلج بياخدوا مساحه طويله في المزلاج. كل حاجه دي بيفسر ليه، ازاي احنا بنبلع، ازاي احنا بنجري، ازاي احنا بنتحرك. فدي ظواهر وحاجات ربنا خلقنا بنشوفها، وربنا طالب مننا التدبر. فلما بنتدبر في الحاجه بنقدر نعرف لها تفسير علمي، وفي الاخر نقول سبحان الله. ولا في الخيال.